قبل ما اتكلم عندي استطلاع راي سريع كده، مين غلطان في الكوره دي؟ مروان عثمان لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، بس انا عكس الناس كلها في ماتش وادي دجله ده انا شايف ان تحركاته ما كانتش افضل حاجه، واللي وضح ده ان هو طول 60 دقيقه او 65 دقيقه لعبها شاط كوره واحده بس على الجول، غير كوره زيزو اللي انا وريتها لكم دي، واللي بالمناسبه الاثنين غلطانين فيها. زيزو استلم الكوره من امام عاشور والموقف اتحول من 3 على 2 ل 2 على 1. مدافع وادي دجله قرر ان هو يقفل على مروان عثمان، وبالمناسبه ده الخيار الافضل واحسن قرار ان هو اختاره، لان بالاختيار ده هو اكبر زيزو ان هو يلعب على الجول. طيب هل مروان كان قدامه حل افضل من كده ان هو يختاره؟ الحقيقه في الكره دي مروان قرر ان هو يبطئ سرعته ويستلم الكره لبره بدل ما كان يتحرك في الجانب المعني للمدافع، الجانب اللي هو لو استلم فيه الكره من زيزو باي لمسه بسيطه كانت الكره جول. وبالمناسبه التحرك ده كان ممكن يجبر زيزو ان هو يلعب له الكره اصلا، وحتى لو زيزو ما لعبلوش الكوره فهو كان يكون عمل اللي عليه وفتح اكتر من خيار هجومي في الملعب، بس للاسف ده ما حصلش. حد ممكن يسالني ويقول لي طب ما ممكن المدافع يروح معاه ويقفل عليه زاويه الباص. هنا بقى بتيجي حاجه اسمها الديكوي ران، وهو تحرك وهمي بيجبر المدافع ان هو يختار غلط. يعني مثلا مروان عثمان اتحرك في ظهر المدافع لو راح معاه مروان عثمان يغير اتجاه جسمه ويروح هو على القايم القريب، وساعتها المدافع هيكون بره اللعبه تماما. بس للاسف كل الحلول دي مروان ما اختارهاش، واختار الحل الغلط بالنسبه لي، وان هو عايز يستلم الكره بره، وساعتها المدافع بكل سهوله جدا هيقدر يتعامل مع الكوره وكان ممكن يقطعها. اما بالنسبه للكابتن احمد السيد زيزو فهو اختار اختيار غلط، لان هو استعجل على الكوره واستعجل ان هو يشوط، وكمان بيشوط وهو مش باصص للجون اصلا. اخطاء ممكن بالنسبه للناس تبان ان هي بسيطه، ما ينفعش ان احنا نغلطها.